اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض كباب الحلة بطريقة سهلة جدا بسيطة، ومش هتاخد معانا وقت خالص ولا أي مجهود. نسمي الله ونخش على الفيديو بتاعنا. ما جبت هنا حلة ومعايا هنا 4 بصلات بس مش كبار، يعني حجمهم صغير وسط يعني. تمام، قطعناهم مكعبات صغيرة، تقدري تقطعيهم جوانح. الطريقتين ينفع. هنا انا قطعتهم مكعبات صغيرة. ومعايا هنا حوالي كيلو من اللحمة متقطع برضو التقطيع اللي انت حباها. انا هنا مش مقطعاه لا كبير قوي ولا صغير قوي، في الوسط. تمام، عايزة تصغري عايزة تكبري عن كده براحتك خالص. تمام، وهنا بقى الاخضر ده فلفل. مش عايزه تضيفي فلفل حامي ما تحطيش، براحتك خالص. هنا اول ما البصل معايا تشم كده النار ودبل كده في النار، هنزل باللحمه. نزلت باللحمه وبعد كده هقلبها في البصل، وهسيب اللحمه دي لغايه ما لونها يتغير وتتشوح كويس جدا في البصل. اول ما هنا بقى اللحمه بتاعتنا اتشوحت، معايا معلقه توم كبيره، فنزلت عليهم بعد ما اللحمه اتشوحت معايا. تمام، ما هضيف لها كمان هنا هضيف لها مكعب من المرقه. المرقه دي بتدي طعم جميل في الاكل، في كل الاكل. تمام، نحط بقى مكعب المرقه. طبعا انا حطيته هنا عشان خاطر يدوب معايا في اللحم. وبعد كده مديت لهم تقلبتين. معايا هنا حوالي 3 طماطميات بس. عايزه تقللي الطماطم ممكن تحطي طماطمايه واحده براحتك خالص. مش حابه تضيفي طماطم برضو دي حاجه ترجع لك، بس انا هنا حطيت 3 حبايات من الطماطم. هنا انا ما ضفتش ميه ولا اي حاجه. تعالوا هنا نضيف التوابل. معايا فلفل اسمر، كزبره ناشفه، وملح، وكاري، ورشه كمون. وهنقلبهم بقى في اللحمه بتاعتنا كويس جدا. يبقى انا حطيت الاول البصل، دبلت البصل، وحطينا اللحمه، شوحت اللحمه، وبعد كده نزلت بمعلقه توم كبيره من التوم، وبعد كده 3 حبات من الطماطم، وحطينا بقى التوابل بتاعنا، فلفل، كزبره ناشفه، ملح، وكاري، وكمون. هعمل شايفين الميه دي؟ انا والله ما ضفت ولا نقطه ميه لغايه دلوقتي. اللحمه نزلت ميتها، البصل مع الطماطم والخضار اللي احنا حطيناه ده نزل الميه بتاعته. هنغطي عليها لغايه ما اللحمه بتاعتها تشرب اللحمه دي تشرب الميه بتاعتها. هنا بقى كانت اللحمه شربت الميه اللي نزلتها. شايفين؟ هنا بقى هبتدي ان انا اضيف الميه. محدش يقول الميه كتيره، لا، انا هنا ضفت ميه في الاول كتير عشان خاطر انا عارفه اللي هي لسه هتحتاج ميه. تمام، فاول ما حطينا هنا الميه و سبتها لغايه طبعا ما شربتها، وبرضو ضفت بقى الميه بالتدريج لغايه ما اللحمه او كباب الحله مع السوا. تقدري هنا تعملي جنبها شويه رز بشعريه وسلطه وخضره، ودي تبقى غدوه زي العسل. مش عايزه تعملوا رز بعيش وبرضو سلطه وكل حاجه. وهنا شايفين زي ما قلت لكم فضلت اضيف الميه بالتدريج لغايه ما استوت. شايفين هنا مش سايبه فيها ميه كتير، سايبه فيها يدوب شويه صوص كده بسيط خالص. هنا كانت اللحمه استوت. شايفين بقى الجمال والحلاوه والطعمه؟ شايفين زي ما قلت لكم انا مش سايبه فيها صوص كتير ولا اي حاجه.